السلام عليكم. يعني غياب طويل شويه، بس تعالوا نتكلم سريعا كده عن ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد وتعادل. طبعا المباراه اللي كانت سيئه جدا وما كانش لها اي علاقه باي ديربي بين الفرقتين. يعني بصراحه الماتش كان سيء جدا لابعد الحدود. يعني يمكن الشوط الاولاني في الماتش يعني مباراه بلديه المحله والداخليه اللي بتلعب الساعه 2 اللي ما حدش بيشوفها دي كانت انضف منه بصراحه. يعني شوط سيء جدا، شوط من طرف واحد. ليفربول عارف اللي هو ماسك كوره بس ما عملش فيها اي حاجه خالص. يعني ليفربول ماسك كوره وعمال تمريرات بالعرض كده بلا هدف، تمريرات بلا هدف، لكن ما وصلناش على الجون، ما عملناش هجمات خطيره الا يعني ايه حاجات صغيره كده. لكن غير كده الشوط كله عباره عن ان ليفربول ماسك كوره وال11 لعيب بتوع مانشستر يونايتد واقفين يعني في منطقه دفاعهم، مفيش اي حاجه تانية بتتعمل. يعني الشوط مفيهوش اي حاجه تانية تذكر. تحس ان تين هاج يعني هو كان عايز يطلع بالشوط الاولاني كده 0-0. تحس ان يعني الامور مشيت معاه تمام. اول 20 دقيقه ليفربول ما جابش جوان، فتمام يا جماعه احنا ماشيين كويس، الدفاع بيدافع كويس والدنيا ماشيه كويس، نكمل بقى الشوط الاولاني كده والشوط الثاني بقى يحلها الحلاق. الشوط الثاني بدا بقى ليفربول كان ماسك كوره اكتر، كان بيهاجم بشكل اقوى او اشرس. يعني شفنا بعض التغييرات، جاكبو نزل، شفنا جوميز نزل، شفنا اكتر من تغيير اتعمل بالنسبه لليفربول. لكن برضو كان دفاع اليونايتد يعني اللي عندهم في صف الشخصيه بصراحه. يعني مش ده دفاع اليونايتد اللي لسه واكل علقه من بورنموث وقبل كده من بايرن ميونخ بصراحه. يعني العيال واقفه 10/10، وان انا برضو عمل ماتش الى حد ما كويس، وان انا برضو لسه عنده غلطات بنت لذينه وممكن يلبس الفرقه جون في اي ثانيه، لكن كان عامل ماتش كويس. الدفاع بتاع اليونايتد كان عامل ماتش كويس جدا. ما اعرفش ليفربول بصراحه. يعني انا عايز حد يفهمني حاجه. يعني سؤال الحلقه النهارده، اذكر 3 اشياء بيعرف يعملها داروين نونيز غير ان هو بيعترض على الحكام وبياخد انذارات وبيجيب الضغط لكل مشجع ليفربول. يعني هو بيعرف يعمل حاجه ثانيه؟ ما اعرفش. يعني اللي عنده اجابه على السؤال ده يا جماعه يا ريت يقول لنا بالله عليكم والنبي. حاجه في منتهى السوء. يعني هو الراجل حتى انا ما اعرفش. انا كل ما افتكر ان ده جاي ليفربول بمبلغ اكتر من اللي هالاند جاي بيه سيتي، دمي بيتحرق وحياة ربنا. يعني ليه يا جماعه؟ هنتكلم بقى على تين هاج واللي عمله في الماتش ده. فتين هاج بصراحه انا ما بقتش فاهمه. يعني الراجل يتغلب من ثلاثيه من بورنموث وبعد كده يتغلب من بايرن ميونخ ويعني يخسر مقعده في دوري ابطال اوروبا وما يشاركش في الدوري الاوروبي، في حين النهارده بيقدم مباراه كويسه جدا على الاقل خالص على المستوى الدفاعي قدام ليفربول. ما اعرفش. يعني انا مش عارف هل هو ده تين هاج اللي كان بيلعب نفس اللعيبه؟ انا ما اعرفش. بس في لغز في مانشستر يونايتد. يعني تحس انهم ماشيين على سطر وبيسيبوا سطر. ليفربول مباراه ديربي، وليفربول في واحده من احسن حالاته برضو لو هنتكلم بصراحه. يعني ما كانش حد يتوقع ليفربول الموسم ده هيأدي بالشكل ده وينافس على الدوري واحنا في الجوله ال17. لكن صلابه دفاعيه غير عاديه. كانت فين الصلابه دي قدام بورنموث؟ ما اعرفش. كانت فين قدام بايرن ميونخ وانت بتطلع من دوري الابطال؟ انا برضو مش عارف. لكن نقطه غاليه جدا بالنسبه لتين هاج، على قد ما هو دفاعيا كان كويس جدا على قد ما كان فيه فقر وشح رهيب على المستوى الهجومي. ما انت مش لما تجيب لي عيل ابيض وتلبسه تيشيرت اليونايتد وتسميه هولاند فهو كده بقى هالاند خلاص. لا، هو الموضوع مختلف تماما. يعني ما اعرفش. هولاند ده برضو مش ده مهاجم مانشستر يونايتد. ما اعرفش. يعني مهاجم شحيح قوي، فقير قوي. اي نعم مفيش كوره بتوصل ليه اساسا، مفيش برونو فرنانديز اللي هو يعرف يوصل وينقل بقى ويربط النص الملعب بالهجوم. ما اعرفش. بس تحس ان اليونايتد يعني تعالى بص حتى على الاسماء اللي قدام كده، تحس انها اسماء عفى عليها الزمن. يعني راشفورد ده بيعمل انا كنت عيل صغير، مارسيال نفس الكلام، برونو فرنانديز مصاب. فين اللعيبه يا جدعان؟ فين خط هجوم اليونايتد؟ انا ده يعني السؤال ده محيرني برضه. ممكن نضيفه سؤال الحلقه الثاني. فيعني نقطه كويسه جدا بالنسبه لمانشستر يونايتد. يعني الف حمد والف شكر ان هم خرجوا بنقطه من أنفيلد في الماتش ده، لان هم كانوا يعني بصراحه ليفربول ضيع كور كتير جدا، وليفربول كان ماسك كوره بشكل بشع. يعني الاستحواذ وصل لحاجه 70% بالنسبه لليفربول. اليونايتد ما كانش ماسك كوره تماما، لكنه كان متماسك ومتزن دفاعيا بشكل كبير جدا. المباراه دي ضيعت الصداره على ليفربول. طبعا ارسنال يعني هو اكثر المستفيدين في المباراه دي، ان هو انفرد بالصداره خلاص 39 نقطه. ليفربول الثاني واستون فيلا اللي بيقدم مستويات هايله الموسم ده في المركز الثاني، هما الاثنين بنفس عدد النقاط. وبعد كده بقى بيجي السيتي والى اخره. لكن يعني انا شايف انها مباراه دون المستوى تماما، ما تليقش مباراه ديربي.
واكثر المستفيدين بيها واللي قاعد بيشرب كوبايه الشاي بتاعته والسيجاره هو ارتيتا، وهو شايف فريقه حاليا في الصداره. نتنقل بقى على الموضوع الاهم واللي هنتكلم عنه قبل الماتش ولازم نتكلم عنه بعد الماتش ان شاء الله، بعد تاهل الاهلي قدام فلومينيزي نصف نهائي كاس العالم للانديه. المباراه اللي هتكون ان شاء الله الساعه 8 مساء بكره. المباراه بين الفرقتين يمكن تاني مره الفرقتين يلعبوا بعض، كان في مره في الستينات قبل كده في استاد القاهره وفلومينيزي كسب الاهلي قبل كده. بس تعال نتكلم شويه عن الفرقه بتاعت فلومينيزي، ان هي فرقه برضو مش من كبار القوم في امريكا اللاتينيه او في امريكا الجنوبيه. يعني الفرقه دي اول مره تكسب بطوله امريكا اللاتينيه او امريكا الجنوبيه ويوصلوا لكاس العالم للانديه لاول مره في تاريخهم. عندهم بعض الاسماء الكبيره في السن ولكن بعض الاسماء برضو القويه. يعني عندهم مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق عنده 35 سنه، عندهم فيليب ميلو ايوه اللي احنا خرجناه قبل كده وخدنا منه برونزيه كاس العالم السنه اللي فاتت بالظبط، هو بس كان مع فرقه تانية. هو نفس اللاعب عنده 40 سنه، هو كان بيلعب في انتر وروما برضو في بيس 13 وفي وفي بيس 6 تقريبا كان لسه برضو بيلعب مع روما ما اعرفش، بس هو يعني 40 سنه ايه يا معلم في ايه كتير، ربنا يديك الصحه يعني. بس عندهم كينو اللي كان بيلعب في بيراميدز قبل كده 34 سنه دلوقتي، فمعدل اعمار الفرقه مرتفع جدا. لكن في نفس الوقت الفرقه دي معدل اعمارهم مديهم الخبره والتقل في نص الملعب بشكل كبير قوي. يعني عندهم نص ملعب محترم بيعرفوا يمسكوا الكوره بشكل كويس جدا جدا جدا، عندهم من الخبرات ما يكفي ان هم يسيروا المباراه زي ما هم عايزين. لكن انت بتلاعب الاهلي دايما الناس كانت كلها متوقعه، وانا كنت متوقع ان الاهلي هيتغلب من الاتحاد طبيعي يعني، وان نسبه الاهلي في المباراه دي لا تتعدى ال 20 25 30%. ولكن الاهلي طالما شخصنت الموضوع مع الاهلي وجيت على حته ان انت مش هتقدر تعمل كده، فالاهلي هيعمل كده. يعني انا نفسي لعيبه الاهلي تاخد برضو الموضوع بشكل شخصي قوي كده قدام فلومينيزي زي ما عملوا مع الاتحاد. هتلاقي الاهلي عدى ان شاء الله، وصل لنهائي كاس العالم للانديه يمكن دي اول مره في تاريخه. كان في بعض التصريحات المستفزه من اللاعبين واللي نفسي لعيبه الاهلي تاخدها برضو على محمل الشخصنه، يعني ان هو كان مارسيلو مثلا بيقول لك انا يعني من حسن حظنا ان احنا ما لعبناش بنزيما وان احنا ما لعبناش كانتي وان احنا ما لعبناش اللعيبه اللي موجوده في اتحاد جده السعودي، وهنلاعب الاهلي عشان يسهل طريقنا ان احنا نوصل للنهائي. برضه فيليب ميلو كان عنده تصريح قبل كده قال لك الاهلي قبل كده خرجني او خد مني برونزيه كاس العالم للانديه وحان وقت الرد دلوقتي. كمان كينو قال لك انا لعبت الاهلي مرتين ايام ما كنت في بيراميدز والاهلي فريق قوي وبنكن له كل الاحترام والتقدير. كل تصريحات يعني كل دي تصريحات، ولكن الفرقه فرقه محترمه جدا. مش عايز احس ان لعيبه الاهلي ان البطوله تتلخص في ماتش الاتحاد السعودي اللي احنا كسبناه، عشان ما حدش كان متوقع ان احنا نكسبه. لسه في بطوله تانية، اي نعم احنا برضو الماتش اللي فات بينا وبين ده مفيش 72 ساعه، ولكن النادي الاهلي لازم يركز ولاعيبته تركز بشكل كبير جدا. انت اقوى، انت احسن، انت في مود البطوله بشكل اقوى. انت زي ما بقول لك انت في الاول وفي الاخر انت تاريخك اعرق بشكل كبير جدا عن تقريبا كل الفرق اللي في البطوله. واخيرا تشكيله النادي الاهلي اللي من وجهه نظري ان هي هتبقى مقاربه جدا لتشكيله مباراه الاتحاد السعودي. الشناوي في حراسه المرمى زي ما قلنا، على اليمين محمد هاني، وعلى الشمال علي معلول، وعبد المنعم وياسر ابراهيم قلبين الدفاع. نص الملعب بقى هو اللي ممكن يبقى فيه اختلاف. انا من وجهه نظري مباراه زي دي لو اكرم توفيق جاهز يلعب في نص الملعب يلعب في نص الملعب. اكرم توفيق هياكل الاخضر واليابس زي ما بيقولوا في نص الملعب. ديانج اعتقد مشاركته هتكون مكان كوكا بشكل كبير المباراه اللي جايه، ومروان عطيه هيكون مشارك. ممكن نشوف دور لقفشه في المباراه دي وان كان ممكن يكون احتياطي. اعتقد الثلاثي الهجومي برده ما فيهوش لعب سواء كهربا او بيرسي تاو او حسين الشحات، وبعض التغييرات اللي ممكن تحصل بنزول قفشه ممكن ينزل. ممكن كمان نشوف عمرو السوليه يكون له دور في المباراه دي لان هو ادى الكام دقيقه اللي لعبهم في مباراه الاتحاد بشكل كويس جدا. لكن انا يعني نفسي زي ما مارسيل كولر فاجئنا المباراه اللي فاتت بكوكا في نص الملعب واللي قدم مباراه ممتازه، نفسي اشوف اكرم توفيق في نص ملعب النادي الاهلي المباراه اللي جايه. اعتقد اكرم توفيق هيفرق بشكل كبير جدا لو لعب نص ملعب. اعتقد محمد هاني بيأدي بشكل كويس جدا وممتاز جدا. اكرم توفيق اعتقد لازم يكون له دور في تشكيله النادي الاهلي الاساسيه في المباراه دي، علشان مباراه شرسه جدا وهيكون فيها صراعات كتيره جدا بدنيا، يعني الفرقه دي بدنيا كمان قويه جدا. وان شاء الله نتكلم بعد المباراه بقى على فوز النادي الاهلي بامر الله. السلام عليكم.